السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم درت واحد الغديوه اللي دغيا كتوجد وسهله. درت فيليتا ديال الطون، يعني شرائح الطون، درتهم غير سوطي مع شويه ديال البطاطا حتى هي سوطي. وبسم الله وعلى بركه الله نبداو جميع المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا واحد البصيله مشلضه، هنا عندي واحد الخليط ما بين المعدنوس والقزبور، وعندي هنا كما كتشوفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الهريسه، واللي كتبقى اختياري، اللي ما بغاش زعما اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، والزويته. احتاجيت بطاطا، انا قبت بطاطات الا كانوا عندكم صغيورين، هو هذاك هادشي راه سخون. انا قبت بطاطا وسلقتها بالقشره ديالها، نتوما شفتوا، يعني بالقشره ديالها غسلتها مزيان وسلقتها بالقشره. وما حدا دابا سخونه، ما حدا سخونه كنضيف فوق منها البصله، ثم البصله كامله كنضيف من داك القزبر ومعدنوس، حيت كنخلي شويه اللي غيخصني الكماله ديال الطبق. داك شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي بقى غنحتاجو الشرائح اللي هما ديال الطون، سمك الطون اللي غنرافقهم مع هاد البطاطا كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. وعندي هذيك العطريه والهريسه وداك الشيء غنخلطهم مع الزيت مزيان، ونصهم غنديرهم فوق من البطاطا، والنص الاخر غادي نخليه مع اللي بقى لي ديال القزبر والمعدنوس حتى تنكون كنطيب هاد الشرائح ديال الطون. غادي نلبس مزيان هاد البطاطا بهاد البصيله والقزبر والمعدنوس وداك شويه العطريه اللي انا درت. ومن بعد غادي نديرهم يطيبوا، يا اما ديرهم في الفران، ديرهم في صينيه الفران ودخلوهم غير باش كتشحر هاد البطاطا وتشرب القامه وكتاخذ واحد اللون ذهبي، ولا ديرهم غير في مقله، صوتي في مقله، يعني كيف ما عجبكم ديروهم. صافي من بعد ما لبستها كامله داكشي اللي انا درت، القوام اللي درت ليها، انا غادي نطيبهم غير في القلايه الهوائيه كما كتشوفوا. وكما ذكرت قبل، يعني اللي متيسر لكل واحد، يا مقله يا فران، يعني داكشي اللي متوفر عنده باش انهم يديروهم صوتي غادي يديروهم. انا سفتهم بحال هكا، وحيت انا ما عنديش واحد الكميه اللي هي كبيره، وداك البصله وداك الشيء اللي غيبقى كله غادي نديرو فوق منه وغنفرقوه صافي وندخلو باش يتصوطا ليا، يعني التقريه في قلب الفريدور، هاد القلايه الهوائيه. وفي نفس هاد الاناء اللي انا شرملت فيه البطاطا غندير هاد الفيليتا ديال الحوت، وغنضيف لهم هذيك التخليطه ديال الزيت والعطريه، غنضيفها فوق منهم، وغادي نلبسهم بنفس الطريقه باش نديرهم دابا صوطي في المقله. هادو كيداروا في المقله، انا درتهم في المقله خليتها تسخنات ودرتهم. والعافيه ما كيخصهاش تكون قليله، العافيه مجهده باش كيطيبوا دغيا ويعطيهم واحد اللون ذهبي من واحد الوجه. ومن بعد كنقلبهم كما كتشوفوا على الوجه الثاني، هكا كيطيبوا ويتحمروا دغيا، وما كيجيش هاد الفيليتا ديال الطون ناشفه من الداخل، كطيب وكتبقى كتيه. انا رجعت للبطاطا ملي شفتوها هي تحمرات واحد شويه من هاد الوجه، غنحاول نقلبها للوجه الثاني كامل ونعاود نردها. صافي ها هو وجد. مني وجد انا درت عليه شويه من داك القزبر والمعدنوس، وغادي نحطو في الطبق ديال التقديم. وها الغديوه ديالنا يمكن لكم تستعملوها غدا ولا عشاء، هي وجدات وسهله وكتصايب بالزربه، وفي نفس الوقت راه هي كلها فيتامينات. هاد الطون راه معروف بالاوميغا 3، يعني غني بالحديد وبالاوميغا 3. وكنتمنى قبل ما نبدعكم الا كانت عجبتكم الوصفه ديالي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، بالبارطاج، جزاكم الله كل خير، لان بالبارطاج ديالكم وهو اللي كيخلي القناه توصل بزاف ديال الناس، واللي ما مشتركش يشترك. ومع السلامه والى وصفه قادمه ان شاء الله.